السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشتركين معانا في قناة الدكتور مع الدكتور خليفة مختار خليفة أخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات. النهاردة إن شاء الله كان في حد طلب مني نتكلم على مقاومة الأنسولين. أول حاجة قبل ما نتكلم عن مقاومة الأنسولين لازم نعرف إن الأنسولين بيتفرز من حاجة اسمها البيتا سيلز أوف ذا بنكرياس. طب وظيفة الأنسولين ده إيه؟ اللي هو بيحمل الجلوكوز ينقله من بره الخلية من الدم هيدخله جوه الخلية. طب الأنسولين لو ناقص شوية الجلوكوز هيبدأ يعلى في الدم مش هيدخل جوه الخلية. مقاومة الأنسولين بتعتمد إن الوظيفة الأساسية بتاعة الأنسولين أو الاستجابة بتاعة الأنسولين اللي هو يدخل الجلوكوز من جوه الخلية قصدي من بره الخلية من الدم لجوه الخلية بتبدأ تتأثر. تمام. طب بتتأثر هتعمل ايه؟ هيبدأ الجلوكوز يعلى في الدم شوية لأن الأنسولين هنا التركيز بتاعه المعين ما عادش بيقوم بنفس الوظيفة بتاعته لأن بيحصل ليه مقاومة. زي بالظبط انت سايق أو بتزق عربية وناس تانية بتزق من الناحية التانية، يبقى احنا كده بنقاوم مفعول، كده ما فيش مفعول يبدأ يتأثر المفعول بتاعة الأنسولين. لازم نعرف اللي فيه مستقبلات موجودة على الخلايا للأنسولين، المستقبلات ديت بتخلي الأنسولين يشتغل كويس ويبدأ يدخل الجلوكوز من بره من الدم لجوه الخلية. طب المستقبلات ديت هتلاقي جزء منها خارج الخلية وجزء في الغلاف بتاع الخلية وجزء داخل الخلية. تمام؟ تمام. طيب نبدأ نتكلم بقى إن الخلل في عملية العملية ديت والخلل في عمل المستقبلات هو الأكثر شيوعًا اللي يبدأ فيه ظاهرة مقاومة الأنسولين. ابتداءً من إيه؟ ابتداءً من إن عدد المستقبلات بتاعة الأنسولين دي يبدأ يقل. يقل ليه؟ لأن في خلايا دهنية مغطياه. المستقبلات دي ما عادش زي الأول بسبب السمنة المفرطة اللي موجودة. تاني حاجة أو يحصل إن المواد أو الإنزيمات الضرورية عشان عملية نقل السكر من دم اللي جوه الخلية بتبدأ تقل، يعني الحاجة أو المادة اللي بتشيل السكر أو الجلوكوز من بره تدخله جوه الخلية بتبدأ تقل. فالأعراض دي كلها بتبدأ تعمل خلل في وظيفة الأنسولين، فيبدأ يحصل مقاومة للأنسولين أو مقاومة في وظيفة الأنسولين اللي موجودة. طيب قال لك إن الناس اللي عندهم سكر من النوع التاني وجد إنهم بيبقوا قبلها بسنوات عندهم مقاومة أنسولين، وبرضه الناس قبل ما يظهر عندهم السكر خالص، يعني عشان كده الناس ديت بيبقى عندهم مقاومة أنسولين عالية قبلها بأنسولين أو قبل ما يظهر عندهم أعراض السكر. برضه قال لك الناس اللي عندهم سمنة أو الناس اللي بتبقى تخينة شوية أو الناس اللي عندهم دهون في مناطق معينة في جسمهم بيكون عندهم برضو مقاومة أنسولين على الرغم إن هم ما بيكونش عندهم مرض السكر بس عندهم قابلية. طيب الأسباب اللي ممكن تعمل مقاومة أنسولين، معظم الأسباب بتبقى غير معلومة بس في حاجات بتزود خطر الإصابة. زي إيه؟ الناس بتتبع نظام غذائي غلط، بتاكل نشويات كتير، بتاكل سكريات كتير، بتاكل كربوهيدرات كتير، بتاكل سعرات حرارية عالية، فالحاجات دي كلها بتبدأ تأثر على شغل الأنسولين، يحصل مقاومة للأنسولين. الناس اللي بتاخد جرعات عالية من المنشطات فترات طويلة برضو من الحاجات اللي ممكن تدخلنا في مقاومة أنسولين. برضو الناس اللي تبدأ تاخد ديكسازون وكورتيزونات والناس اللي عندها كوشنج سندروم ولا الناس اللي عندها تكيسات في المبايض عرضة يحصل لهم مقاومة أنسولين. برضو الناس اللي بتبدأ تتخزن، يعني الناس بتاكل كتير اللي زي ما قلنا كربوهيدرات أو سكريات يبدأ يحصل تخزين للدهون ديت في الكبد، دخلنا في كبد دهني وفي البنكرياس يبدأ يحصل لهم مقاومة أنسولين. دول كلهم أسباب ممكن تدخلنا في مقاومة أنسولين. طيب عوامل برضو ممكن تدخلنا في خطر إصابة، حاجات ممكن تدخلنا في خطر إصابة زي ما قلنا الناس اللي هي ما تتبعش حمية، الناس ما بتعملش رياضة، الناس اللي بتدخن زيادة عن اللزوم، مرضى الضغط، الناس اللي فوق عمر 45، الناس اللي عندهم دهون نسبتها عالية خاصة في منطقة الحجاب الحاجز، المنطقة ديت برضو الناس ديت عرضة اللي هم يجي لهم مقاومة أنسولين. وبرضو الناس اللي عندها أمراض قلب لأن الناس ديت بتبقى الحركة بتاعتها بسيطة.
طيب الناس اللي عندها مقاومة أنسولين بتبدأ تحصل لها مضاعفات، يبدأ يدخل في سكر لا قدر الله، ممكن يدخل في أمراض قلب وذبحة صدرية، ممكن يجي له لا قدر الله سكتة دماغية لأن الدهون بتبقى عالية في الدم وعالية في الجسم، برضه ممكن يجي له فشل كلوي لأن الأوعية الدموية الصغيرة بتبدأ مرور الدم فيها يبدأ يقل شوية فيبدأ يأثر على الأطراف، ويبدأ يأثر مشاكل عين، يدخلنا في ضغط، يدخلنا في حاجات كتير جدا. تمام. طب ازاي احمي نفسي اللي هو يحصل لي او مقاومة انسولين؟ اول حاجة نبدأ نخفض الوزن بتاعنا باتباع حمية غذائية، نقلل من الكربوهيدرات والسكريات والسعرات الحرارية العالية. تاني حاجة نبدأ نمارس رياضة. رابع حاجة لو واحد بيدخن ولا حاجة يبدأ يوقف التدخين. بلاش اكل بالليل ونوم يا جماعه، بالله عليكم بلاش اكل بالليل ونوم، بلاش اكل بالليل ونوم عشان خاطري، مش هتكلم في الموضوع ده تاني. طيب الناس اللي عندهم مقاومه انسولين ممكن يظهروا باعراض ايه؟ هيقول لك الاعراض بسيطه جدا وحاجات بسيطه وممكن تلاقيها في ناس كتير، اللي هي ايه؟ ظهور بقع جلد داكن بنسميها الشواك الاسود، تمام؟ وارتفاع مستوى الدهون الثلاثيه في الدم، تعمل تحليل ترايجليسيرايد ولا حاجه تلاقي الدهون الثلاثيه عاليه خالص، برضو من الحاجات اللي ممكن تعمل مقاومه انسولين. برضو لما الواحد يبدا يقيس سكر سام كل شويه ويلاقي السكر بيعلى فوق ال100، السكر الصايم، برضو يبدا ياخد باله ويبدا ياخد اعراض وقايه عشان مقاومه الانسولين. برضو محيط الخصر بيبدا يزيد، السمنه اللي موجوده في الرجال والنساء في منطقه الخصر والبطن، نخلي بالنا من الموضوع ده خالص. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا عن موضوع مقاومة الانسولين بيحصل ازاي، الاعراض بتاعتها ازاي، الاسباب والحاجات اللي ممكن تزود خطر الاصابة، وازاي نحمي نفسنا، واساس الحماية لتنظيم الاكل والشرب يا جماعة، ده اهم حاجة جدا في مقاومة الانسولين. وده كانت معلومة بسيطة حبيت اقولها لكم النهاردة مع الدكتور خليفة مختار خليفة، اخصائي الكبد والجهاز الهضمي والحميات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.